السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة. اتمنى كلكم تكونوا مبسوطين وبخير وفي احسن حال دايما. في حلقة النهاردة معايا جزء جديد من سلسلة اتصور في بيتك. السلسلة دي مميزة جدا بالنسبة لي، لان من خلالها بنقدر ان احنا نتصور في البيت بتاعنا بأقل الامكانيات وعن طريق الموبايل اللي في ايدك. ولو انت اول مرة تشوف فيديو من السلسلة دي فاحب اقولك بنعمل ايه فيها. بنبتدي من الصفر في الصور، بقولك ازاي تتصور بالوضعية المناسبة، وبمشي معاك خطوة بخطوة لحد ما نوصل لنتيجة كويسة عن طريق الموبايل اللي في ايدك وبإمكانيات بسيطة. طب ايه هي الإمكانيات دي؟ عن طريق خلفية سادة تكون عندك في البيت. بنبتدي ان احنا نستخدم إضاءة بسيطة جدا، يا اما الإضاءة اللي منورة الحيطة اللي انت بتتصور عليها، او تبتدي انك انت تجيب كشاف، ولكن عشان ما يحرقش الصورة بتاعتك ويعمل عليك اضاءة خشنة فبنعكسه على الحيطة المقابلة عشان يبتدي يعكس عليك اضاءة ناعمة. وفي كل حلقة بجيب لك من فكرتين لثلاث افكار للصور. بنبتدي نمشي مع بعض بداية من طريقة وقوفك قدام الموبايل لحد ما نخرج الصورة بتاعتنا. بنستخدم تطبيقات لتعديل الصور كلها على الموبايل وبتبقى مجانية، ولكن اكتر تطبيق بنستخدمه بما ان فيه كل الحاجات اللي احنا ممكن نكون محتاجينها فبنستخدم في الاغلب تطبيق بيكس ارت. وبما اننا دلوقتي في فترة كاس العالم فانا جايب لك 3 افكار للصور تقدر تتصورهم في البيت، ولكن ليهم علاقة بالرياضة اكتر. فمن غير ما اطول عليك جهز نفسك، وانا ان شاء الله النهاردة هنشرح الافكار بتاعتنا من الصفر. فيلا بينا نبدأ. اول صورة معايا حبيت ان انا اخدها بالشكل بتاع المشجعين في المدرجات. طبعا حبيت ان انا اعمل الرياكشن المشهور ده. طبعا تسيب نفسك قدام الكاميرا عشان تطلعها بالشكل المطلوب، تتصور بالشكل اللي يريحك وتاخد الرياكشن اللي انت شايفه يكون مناسب ليك. مهما كانت الصورة في الاخر هتطلع حلوة عشان انت على طبيعتك. بعد خلاص ما تتصور اول صورة من هنا فتعال على تطبيق بيكس ارت عشان اقولك الفكرة. فأول حاجة بجيب الصورة اللي أنا اتصورتها وبشكل سهل جدا من غير ما أقص من الصورة باجي عند FX أو تأثيرات، باجي عند حاجة اسمها Colors أو ألوان، وهتبتدي تحدد على أول فلتر معاك، وهنبتدي نحدد على أي درجة لون محتاجين نحافظ عليها. مثلا درجة لون الأزرق اللي في الخلفية، وأول ما أنا محددتها ابتدى يحدد لي على كل ألوان اللون الأزرق ويحافظ لي عليها، والباقي في البشرة بتاعتي مثلا ابتدى يعملها لي باللون الأبيض والأسود. حبيت إن أنا أعملها بالشكل ده عشان يكون زي أيقونة للمشجعين، تكون انت باللون الأبيض والأسود ويكون باقي الألوان باللون بتاعها الطبيعي. فأنا هنا بما إن الخلفية والسويت شيرت هنا باللون الأزرق فحافظ عليهم، وهنا الأبيض والأسود مش بيتغيروا. بعد كده ابتديت إن أنا أدوس على علامة الصح، وعشان أحافظ على تركيز الصورة للمشاهد فباجي من الأدوات ومن الأداة كروب، ببتدي إن أنا بقص الصورة بتاعتي. ممكن تقصها بشكل مربع زي كده، ممكن إنك انت تقصها بشكل حر زي كده بالطول زي ما انت ما حابب. بعد ما قصيتها بالشكل ده بدوس على علامة الصح، وممكن من FX بس اجي عند سيمبل من هنا واختار اول فلتر معايا كده، بحفظ الصورة عندي. تعال نروح لتاني صورة معايا. بالنسبة لتاني صورة معايا فانا حبيت ان انا ابين فيها جسمي بشكل عريض زي كده عشان ابتدي ان انا استخدمها في اعلام المنتخبات. ببتدي ان انا بتصور صورة اكون ظاهر فيها بشكل طبيعي كده، يكون جسمي ظاهر وعريض كده عشان اقدر ان انا احط اللوجوهات اللي انا محتاجها، وسبت مساحة في الخلفية من فوق عشان اقدر ان انا احط برضو الشعارات اللي انا محتاجها. طبعا حابب اقولك ان اي صورة بستخدمها بسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو بحيث تقدر انك انت تحملها. فبعد كده هروح على بيكس ارت زي ما اتفقنا، بجيب الصورة اللي انا اتصورتها وببتدي بشكل سهل جدا ان انا في غير ما اعدل في الالوان دلوقتي هبتدي ان انا اجي عند اد فوتو واجيب الشعارات اللي انا هستخدمها. مثلا انا هجيب شعار كاس العالم ده بيبقى اساسي بجيبه، والنسبة للشعار ده فانت بتغيره او بتحمله من جوجل زي ما انت ما عاوز. مثلا انا كتبت شعار الارجنتين فجاب لي الشعار ده متفرغ. طبعا انت بتكتب شعار مثلا الارجنتين BNG او شعار البرتغال BNG وهكذا. ابتديت بس اعمل لها كروب من تحت عشان كان في هنا اسم الموقع، فانا هبتدي ان انا اعملها، ولكن انا جايبها من جوجل عادي، ولكن ساعات بيبقى جوجل بيبقى لامم من المواقع. بعد كده ببتدي ان انا بظبط اللوجو
على حسب الجسم. يعني مثلا هنا الكتف طالع شوية، فانا هحاول ان انا اخليها بحيث ان هي تبقى طبيعية. وبرضو الارجنتين بما ان هي ليها علاقة باللون الازرق او اللبني، فانا جاي مع السويت شيرت بشكل يعني مناسب الحمد لله. بعد كده بعد ما بتظبطها بالشكل ده وانت محدد عليها، تبتدي تيجي من الاستيكة، وعشان تكون طبيعية اكتر فبحاول ان انا امسح من هنا عشان تكون تحت الخيط الابيض ده. فطبعا بتاخد الوقت بتاعك لحد ما تمسحها بشكل يكون مناسب، وبالفرشة تبتدي لو حاجة اتمسحت منك تزودها. وبعد ما ظبطتها كده بتبتدي تظبط بقى، تدوس على علامة الصح مرة واحدة ونظبط شعار كأس العالم كده. ممكن ان انا امسحه دلوقتي واضيفه بعد ما باجي من الادوات وباجي من الاداة كروب. ببتدي اقص الصورة بتاعتي كده، حابب ان انا اقصها بشكل يكون مربع كده. فهقصها بشكل 4:3. تقدر تصغر المربع زي ما انت عاوز. وبعد كده هاجي من اد فوتو اجيب الصورة بتاعتي، وهتبتدي تظبط الشعار زي ما انت عاوز، على حسب تكبر الحجم بالشكل اللي انت شايفه يكون مناسب. وانا هنا حبيت اجي اعمل صور يكون ليها علاقة بكاس العالم مناسبة للفترة دي. ممكن انقله ناحية اليمين افضل. وبعد كده هدوس على علامة الصح FX او تأثيرات، هاجي عند كلمة FX. فهحاول ان انا اجيب فلتر يكون قديم شوية، يدي للصورة بتاعتي القدم اللي انا محتاجه، بما ان منتخب الارجنتين منتخب قديم جدا ويليق مع الطقم اللي انا لابسه. فهنا هقلل الفلتر، اخترت جرانج، هقلل الفلتر شوية، والنويز لو عايز تقلله شوية. بالنسبة لدرجات الالوان اللي هي بتيجي بدل ما تعمل جليتش معاك، فانت عشان تكون مناسبة هنخليها زي ما كانت عند -1 عشان برضو ما تكونش تبوظ الصورة بتاعتي. بعد ما عملتها منها الداني النويز اللي على الصورة بتاعتي اللي خلاها قديمة شوية، ومنها الداني الفيد تقدر انك انت تتحكم فيه، عاوز تزود الفلتر او تقلله كده. تقلله كل ما عليت الرقم، وكل ما قللت الرقم تزوده على الصورة بتاعتك. بعد كده حبيت ان انا اخليها بالمود اللي انت شايفه ده، احفظ الصورة عندي واروح لتالت صورة والاخيرة معايا. تالت صورة معايا حبيت ان انا اخد شكل طبيعي جدا، وهو ان انا ربعت ايديا عشان برضو الصورة تكون سهلة، وخدت الزاوية زي ما انت مش شايف كده. طبعا رياكشن طبيعي جدا بدون ما اضحك او بدون اي شيء. بعد ما قلتلك شكل اللي انا وقفت بيه، طبعا انت من هنا تبتدي تستلهم افكار. مش شرط انك انت تقف بنفس الطريقة، ولكن انا بقولك الفكرة وانت تبتدي انك انت كتغذية بصرية ليك، وفي نفس الوقت تطلع افكار لنفسك. بعد كده هروح عند بيكس ارت، اطلع من الصورة دي، ابتدي في الاول خالص الصورة دي عايزها تكون بشكل طبيعي، ابتدي اقصها 4:3، اجيبها كده وهكذا. بعد كده هدوس على علامة الصح، وهاجي من الادوات هاجي عند adjust. هحاول ان انا اظبط في الالوان بتاعة الصورة بشكل عام بدل ما اضيف فلتر جاهز. من ناحية الاضاءة فانا هزود الاضاءة بتاعتي شوية، يعني ما بين 10 و20. من ناحية الكونتراست وهو تظبيط درجات الالوان في الصورة عموما، فانت يا اما بتقلل خالص بحيث ان الالوان تكون باهتة كده، او تخلي الالوان فاقعة كده. فانت على حسب الدرجة المناسبة ليك، فانا هقلله لحد -30. الكليريتي بتدي ان هي تزود الاضاءة على البشرة، او بتخليها يكون التون عالي فيها، وانا مش بحب كده. فانا بخلي الكليريتي زي ما هي، وببتدي العب على الساتوريشن. والساتوريشن وهو درجة تشبع الالوان، عكس الكونتراست. في الكونتراست هو بيحافظ على درجة اللون ذات نفسه، ولكن هنا ممكن ان انا من الساتوريشن اقدر ان انا اخليه ابيض واسود بحيث اسحب اللون، واقدر ان انا ازوده خالص لحد ما ياخد الدرجة العالية بتاعته. فانا هبتدي ان انا ازوده لحد 10 بس. من ناحية الهيو ده فانت عشان تغير درجات الالوان، ولكن احنا مش هنغير الالوان خالص دلوقتي.
مش محتاج يعني ان انا اغير الوان هنا. من ناحية الهايلايتس فببتدي ان انا بعليها، هي الاضاءات في الصورة، والشادوز هبتدي ان انا اقللها شوية عشان اللون الاسود ياخد الدرجة بتاعته او الظل في الصورة، فهقلله لحد -35. وانت بعينك مع الوقت هتعرف كل الدرجات دي. من ناحية التمب فهي درجة الحرارة، مثلا ناحية البرودة او ناحية الحر، وانا كنت شرحت الفكرة في الالوان ما بين الحر والبرودة، فتقدر انك انت ترجع تلاقيها في شرح تصميم الجرافيك. فانا هبتدي اجيبها ناحية البرودة شوية بما ان الصورة لونها ازرق اصلا، فهبتدي اخليها عند -40 وهدوس على علامة الصح. وبعد كده هبتدي ان انا اجي من ماسك، اجي من هنا عند حاجة اسمها بوردر، وهبتدي ان انا اختار بوردر رقم 6 بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اختاره وادوس على علامة الصح واحفظ الصورة عندي. دي كانت صور ليها علاقة بكأس العالم وليها علاقة بالفترة دي. في افكار تانية كتيرة تقدر انك انت تشوفها من سلسلة الفيديوهات دي، هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. وبكده تكون حلقتنا خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتك واتمنى ان انا اكون بفيدك. ما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.